هذه أسهل وأطيب وصفة أندومي، جربوها وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، ولا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتشاركون الفيديو لأصدقائكم، وألف ألف عافية مقدما. هسه يابا نقول بسم الله ونبلش بالفيديو. أول شي نجيب لنا أندومي بنكهة الدجاج، بعدها نكسره بهذا الشكل بإيدنا، بعدها يابا نجيب لنا جدر وبيه مي وننزل الأندومي بدون البهارات، نخلي البهارات على صفحة. بعد ما استوى عندنا الاندومي بهذا الشكل مثل ما تشوفون، هسه يابا نجيب لنا طاولة وننزل بيها زبد او دهن، وبعدها نضيف الذرة وشوية نحركها الى ان تتحمص عندنا. وبعد ما جزت الذرة عندنا ننزل الاندومي وشوية نخلي بيه مي، يعني مي الاندومي شوية يكون موجود مو كلش ناشف الاندومي. بعدها يابا نضيف البهارات الاندومي، وبعدها نضيف بهارات البابريكا، بودرة البصل، بودرة الثوم، الأورجيانو، ورشة ملح، ودبس الرمان. ونجانس المكونات، وبعدها يابا نص النار ونخليها 5 دقايق على نار هادية شوية تتسبك. مثل ما تشوفون بالفيديو حركناها وهنا خليناها تتسبك. بعد ما جهزت عندنا، هسه يابا نجيب لنا كاسة ونضيف الأندومي. وطبعا الطعم مالتها ما احجيكم كلش كلش صارت طيبة وتفيد، خاصة بجوع آخر الليل تسوون هاي الوصفة كلش راح تفيدكم وتعجبكم. ولهنا يابا ينتهي الفيديو مالتنا، لا تنسون إذا الفيديو عجبكم تحطون لايك وتعليق حلو وتشاركون الفيديو لأصدقائكم، وألف ألف عافية مقدما، ومع السلامة.